안녕하세요 여러분 إيسرا مرحبا يا جماعة معكم إيسرا. هذا الفيديو راح يكون ردة فعلي على ردة فعلي على فيديو أنيميشن سويته ب2019 تقريبًا قبل 5 سنوات أو أكثر. خلينا نبدأ بالفيديو وبعدين أحكي لكم شو القصة. Let's start. أوكي الفيلم بيبدأ بهذه البنية اللي تباع من النافذة ومنظرها الكئيب، بعدين يطلع المنظر اللي تباوع عليه اللي هو شجرة وعصفور يغني والدنيا ربيع والجو بديع. يعني هي مثل كانت تتأمل الخارج، بعدين تباوع لي ورا وتشوف هذا الكلب الأسود أو تباوع الكلب الأسود اللي عندها بالغرفة الكئيبة اللي لونها رصاصي، بعدين تباوع الخيط اللي بإيديها يربطها بالكلب وتحاول تسحبه. شوف السحبة. أوكي ما طبعًا تستسلم لأن ما تقدر تسحبه، بعدين تيجي هذه الفراشة الصفرا من النافذة وتتحرك الكلب يعم الضوء في المكان، بعدين تتبع الفراشة هي والكلب مالتها إنها تتلون إنه يعني رجعت لها الحياة، تختفي الفراشة من جديد. سقطت الفتاة. تبعاد الدوامة هذه طبعًا هذا المونتاج على أساس إنه يعني تكرار الأحداث. آخر شي يطلع مشهد البنت قاعدة مستسلمة من جديد والخيط تحاول برجلها ما أعرف ليش، وتباوع الكلب صاير huge المفروض huge. طبعًا غلطت يعني بالperspective أو الview إنه يعني المنظر المفروض أسويه من أسفل حتى يبين الكلب إنه هو huge، بس المهم وهذا مش الغلطة الوحيدة طبعًا، بس anyway هو ما واضح أحسه إنه الكلب صار huge. خلاص أوكي طبعًا هذا الفيديو كان فكرته عن الهوس الاكتئابي أو ثنائي القطب اللي هو أو هي الدوامة اللي يدخل بها المصاب بهذا you know. بس هو شنو آآ بس شنو يعني أنا سويته كلش بسيط حتى آآ أقدر ألحق أخلصه قبل ما يروح الشغف وأتخلى عن الفكرة، يعني دايمًا تجيني هيجي inspiration أو يعني إلهام الأفكار أسويها، بس دائمًا ما عندي صبر إنه أطوّل ودائمًا يروح الشغف وأتخلى عن الفكرة. خلوني أشرح لكم الرموز الموجودة في الفيديو. الكلب الأسود هو طبعًا يرمز للاكتئاب، والخيط الأحمر هو اللي يربطها إنه مثل ما أعرف شنو، بس إنه هو يعني بس المهم أردت أفهم إنه هذا الشي مرتبط بيها جدًا بحيث ما تقدر تتخلص من عنده ببساطة، إنه الكلب يعني مرتبط بيها جدًا بحيث إنه ما تقدر تتخلص منه ببساطة. زين كانت ترغب إنه تعيش والحياة حلوة برا تشوفها أحيانًا، بس هي بس اكتئابها أو كلبها يمنعها إنه تطلع وتجرب وتعيش. م وكانت غرفة طبعًا شايفينها اللي هي غرفة تقريبًا تمثل داخل الفتاة يعني اللي بداخلها اللي هي كئيبة ورصاصية، و والفراشة الصفرا والمفروض هي ذهبية اللي دخلت من النافذة، هذه تمثل لحظات الهوس اللي تجي بيها سعادة مفرطة ومزاج عالي، فتتبعها البيا وإلى آخره والحياة تكون حلوة بوقتها وتتلون. بعدين هي ترجع إلى فترة الاكتئاب، فهي هذه يسمونها الهوس أو الذهان الاكتئابي أو ثنائي القطب، واللي يعانون منه فعليًا يكونون بين طرفين، تيجي فترات من الهوس اللي تكون بيها يعني يكون بيها المود عالي وسعادة مفرطة ونشاط وحيوية، وترجع بعدين فترة من الاكتئاب والطاقة المنخفضة والحزن وإلى آخره. أنا كنت من الناس أمر بهذه يعني الحالة، وكنت تجيني مرات mood وطاقة إنه أريد أكسر الدنيا يعني. سأحتل العالم، بعدين ترجع حالة من الكآبة وإلى آخره.
فيا إذا كنتم تعانون من هذه الحالة أو أنتم تمرون بهذه الفترة روحوا شوفوا الفيديوهات ال3 الأخيرة اللي سويتها، ممكن تساعدكم أنتم أيضًا. أنا ساعدت نفسي بهذه الخطوات أو بهذه الأشياء اللي حكيتها بالفيديو وأحسّه أني الحمد لله إنه بسعادة مستمرة ماكو صعود ونزول، ماكو إنسان ما تجيه حالات من الإحباط أو الطاقة المنخفضة، بس اللي يمُر بهذا الشي راح يفهم أنا عن شنو أحكي. يعني إنه تكون حياتك خارج سيطرتك، بينما الحالات الطبيعية لا عادي ما تأثّر عليكم وعلى حياتكم أو ولا تكون مو نفس الشي أبدًا، يعني ماكو مقارنة يعني you know. ف وبصورة عامة يعني حالتكم المستقرة هي السعيدة، فأتمنى هذا الشي للكل صراحة، أتمنى إنه الكل يوصلون لهذه المرحلة، إنه يطلعون من هذيج الدوامة أو لهذا السبب قاعد أسوي هذه الفيديوهات. أشوفكم في فيديو جاي، باي باي.